ثروة الشعب المصري في مقدمته ثروة الجند المصري العظيم. وجاء السلام يرد الشعب كرامته ليكون بطل الحرب والسلام. وبعدها رأيناه مواجها اغتياله ليموت واقفا شجاعا، ثم انتقل السلطة إلى نائبه حسني مبارك الذي نجا من اغتياله، لتصبح مصر وشعبها في عهده تحت نوع من احتلال ثروات مصر، وتتوزع على عصابة هي بؤرة من الفساد وامتصاص دم الشعب المقهور اقتصاديا اجتماعيا معنويا لمدة 30 عاما، حتى جاءت ثورة الشباب ويتحد بها الشعب بتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية وتداول السلطة. دي تقريبا الخطوط السياسية في الرواية. من ناحية البناء الروائي والتضامن الاجتماعي نرى كيف تأثرت طبقات المجتمع المصري بانقلاب الحرب، يعمل بالشرفاء وبالطبقة الوسطى والمثقفين إلى القاع والفقراء إلى ما تحت القاع، يتربع أثرياء النفاق وتجار الممنوعات واستغل النفوذ وهذه الأموال إلى الصقر وبيده مقدمات الشعب. وتدور خلال تلك الظروف شخصيات كرواية الجوهرجي منهم عرجان الذي بدأ حياته بوصف محلات الذهب، مبدأه الوحيد الغاية تبرر الوسيلة، التي جعلته حق الثراء على حساب المبادئ الإنسانية والشرف والكرامة حتى استخدام تسهيل الدعارة والاعتماد. ثم هناك جودي ابنته الجميلة وسعيد عز مهندس التوريث وعلاقته الحميمة بجودي، وهناك الشريف وصوفية الإقرارية ومالية إسبانية، وكذلك مجتمع الأثرياء الإسكندرية. ولاحظ احتواء الواد الجوهرجي على أدب الرحلات، حيث تطير بنا إلى باريس وأوكرانيا ونيس ومونت كارلو وبلجيكا وبرشلونة، حيث الحب والعشق وجمال العواصم الأوروبية في سياق جذاب ومبهر، ولا تخلو الواد الجوهرجي من أحداث القتل والجريمة وتصفية الأشخاص من أجل المصالح الشخصية التي تدور إلى عزيز الحزب الوطني والقصور الفاخرة لأعضائه البارزين، وكيف تقام الليالي الحمراء بواسطة إحدى البارزين بالحزب الوطني لمناجة مونت كارلو الفاخرة لمتعة أحد أثرياء الحديث الذي يسدد ما يقدمه له هذا المسؤول بالحزب في الفاتورة بملايين الدولارات. بجانب ذلك تكشف رواية الجوهرجي عن الشرفاء أصحاب المبادئ الذين يقدمون حياتهم ودمائهم بناء لمصر، كما رأيناه في 25 يناير ثورة الشباب المثقف الطاهر الذي ينقل الذات من أجل الوطن، والذي صار أمام سلطة قوية محصنة تماما، ولكن الله نصره. نصر الشباب الأعزل من أي سلاح سوى سلاح العزيمة والإصرار والإيمان بالله، مؤمنين بقضيتهم العادلة. بدأت في كتابة رواية الجوهرجي في عام 2008 وانتهيت منها أوائل من 2010. قدمتها لأحد دار النشر، وفي الرواية أشرت إلى حتمية انفجار الثورة المدنية السلمية، ودخلت دار النشر هذه لعدة شهور، ربما خوفا من فوز إشارات موضحة ضد النظام وضد الحزب الوطني، رافضا تماما مبدأ التوريث. وعقب الثورة مباشرة سحبت رواية الجوهرجي من دار النشر حيث قمت بتعديل الفصل الأخير وإضافة الفصل الجديد يلفت الضوء على ثورة الشباب التي أظهرت العالم بأكمله، وقدمتها لدار النشر محمد مدبولي الصغير الذي قمنا بها وأصدرها في أبهى صورة ولله الشكر. لم تخلو رواية الجوهرجي من النقد الحاد بالجزء الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية، كأنني أحاول أن أقول أن شعوب العالم أصبحت الآن بأشد الحاجة إلى المنهج السياسي والاقتصادي جديد يخدم أولا شعوب العالم
ويحقق لها العدالة الاجتماعية الحقيقية، والتي لم يحققها أي نظام اقتصادي من تلك النظم حتى الآن، والتي عبرت عنه صوفية تكرارية التي عاصرت النظام الشيوعي بخطوته، ثم عاشت بتنازلات عديدة من أجل أن تحيا بالنظام الرأسمالي، لم تشعر بإنسانيتها الآن كلا النظامين. جمعت رواية الجوهري ما بين الأدب الروائي والفلسفي وأدب الأحداث الشيق حيث الثقافات العالمية والأحداث هذه المتطلعات، حيث تنقلنا وتقودنا للركوب عواصم من العالم كما أوضحت، مدينة كيف عاصمة أوكرانيا، ثم باريس وبلجيكا ومونte كارلو ونيس ثم برشلونة، تجعل القارئ يرى نفسه مشاركا من شخصيات الرواية ويعيش معهم في هذه البلاد بشوارعها ويلتحم بشؤونها ويتعاطف ويشفق على بعضهم، وذلك بتناغم عاطفي يجعل القارئ يرى نفسه مشاركا من شخصيات الرواية ويعيش معهم في هذه البلاد بشوارعها ويلتحم بشؤونها ويتعاطف ويشفق على بعضهم، وذلك بتناغم عاطفي مثير ما بين الحب والعشق والاحتلال والجريمة. ونصور الرواية الواقع قد نراها اقتحاما بمشاعر الوجود في مصر، نعم بالنظرة السطحية العابرة، ولكن التعمق فيها نجد أن الاقتحام جاء في رقة عذبة وجرأة ناعمة أعطت المرأة قيمتها، إنها الجوهرة في حياة الرجل، لأنها هبة غالية من الهدايا التي وهبت الله لآدم في الجنة، كما بان قيمتها في انتعاب الدنيا وصناعاتها. قد خلق الله منزلها من أضلاع آدم لتكون قريبا للقلب، وليكون هو راعيها يسكنها بحنانه وعطفه وحبه، إنها حبيبته وابنته والأم لكل البشر، ولا أبالغ أقول أنها الكتاب الذي يتوج برأس الرجل، والحديث يحتاج إلى صفحات وساعات عن البحر، ولكن في عبارة واحدة أقول أنه على الرجل احترام كبرياء ونسفه، ولا يفوتنا أمام تلك المشاعر الوجدانية ونبضات القلب التي تأخذ الحب والذكر، والتي شملت الرواية من أدراجها بالتحية إلى شهدائنا، شهداء 30,000 جندي الكشيدة في مصر 67 الذين ضد بهم إلى حرب بلا خطة عسكرية بلا حماية بلا قائد عسكري على مستوى المسؤولية، فكانوا سيدا كالطيور من نيران عدو إسرائيلي كما أشارت الرواية. تحية لشهداء حرب 73 وتحية خاصة للشهيد الوطني القبطي الذي كان أول من رفع على مصر على الضفة الشرقية. تحية بطل النصر بطل الحرب والسلام الشهيد أنور الشباب. واخيرا تحيه لشهداء الشباب 25 يناير الطاهر الذين امنوا بهدفهم امام قوه مسيطره كان لهم النصر والشهاده من اجل مصر الجديده، محققين للشعب الحلم والامل، كانوا شبابا قالوا بكلمه الحق في وجه الاقوياء وفي وجه سلطه غاشمه فاسده، ولم يكونوا الباطل او كلمات الدفاع يكسبوا تصديق الضعفاء. وتحيه للشهداء عساكر والقوات الداخليه الذين استشهدوا بيد البلطجيه المرتزقه، وشباب الثوره العظيمه الابرياء من هؤلاء المرتزقه. واخيرا تحيه للقوات المسلحه التي وقفت بجانب الشباب الثوره بجانب اراده الشعب، ولا نملك سوى اسفنا على ما فعله النظام السابق في حق الشعب. قد تخلى حسني مبارك عن القسم الذي اقسم به امام الله وامام الشعب، وتجاهل دونيته وعسكريته يصبح حاليا مباركا للمساجد، ونهب ثروات شعبه التي استمنوا عليها محال امانه. ولم تنسى روايه جوهري في بدايه الاحداث كذلك الفصل الاخير منها ذلك الزمن الجميل المليء بالمحبه والشهامه والصدق والاخلاص بين افراد الشعب، والتلاحم الصادق والاخوه المليئه بالصفاء والنقاء بين اقباط مصر ومسلميها، واصبحت يتشاركون معا في اعيادهم
وتداخلت الأعياد وأصبحت كلها عيدا وأعيادا لكل المصريين. بل وأكثر من ذلك أذكر كيف كان المسلمون يتوجهون إلى إمال جرجس ومصر القديمة وإلى سانت تريزا بشبرا ليوقدون الشموع لسيدة مريم البتول تباركا وتفاؤلا بها. الآن أقول لكم أن تلك الصور المضيئة والذكريات التي حفرت تاريخ مصر ستعود كما كانت بل وأقوى مما كانت. أقول بصوت جميع المصريين أقباطها ومسلميها لأمريكا التي تستخدم الأديان السماوية من أجل تحقيق أهداف الشر السياسي، من أجل تحقيق الشر السياسي في الدول العربية والإسلامية بحجة حقوق الإنسان وحماية المحلية. أقول لهم اتقوا الله في المسيح عيسى ولا تستغلوا ولا تعبثوا بأديان الله التي أرسلها على يد موسى وعيسى ومحمد الذين صلى الله عليهم جميعا. لا تقفوا أمام الهلال حائلا كي يحتضن الصليب من جديد. لا مكان لكم بيننا نحن المسلمين لتشعلوا الفتنة الطائفية. للسبب الواحد أننا منذ ما يقرب من 1500 عام وطن واحد ونسيج واحد. نحن الوحدة الوطنية ليس بيننا أقلية أو أكثرية نقول ذلك رافع الرأس بكبرياء، لأن موسى وعيسى ومحمد من سلالة إبراهيم عليه السلام، وكل ما يهمنا هو ما جاءت به الصرخة الأخيرة في نهاية الرواية: مصر تنادي الشرفاء. فأهلا بالشرفاء ولا للتعصب الديني والفساد والنفاق.